السلام عليكم. ورجعنا لكم في حلقه جديده، وفي الحلقه دي ان شاء الله رب العالمين هنشرح مجموعه من الفلاشات. ناس كتير جدا الفتره اللي فاتت كانت بتخش وتسالني على فلاشات جودكس اللي هي 520 وال 560، وطبعا زي ما انتم عارفين الفلاشات دي يا جماعه تشتغل مانوال بس، يعني لما تعوز تعلي الاضاءه او توطي الاضاءه كل ده بتعمله يدوي. وللاسف الفلاشات دي ما بيكونش مثلا ليها عكسيه ان هي تحدد الهدف اللي قدامها وتطلع كميه اضاءه على قد الحاجه اللي قدامها، لان الفلاشات دي تشتغل مانوال بس. فاحنا النهارده جايبين معانا مجموعه فلاشات من تربو وفلاشات غير تربو، تمام؟ هنشرحهم مع بعض وهنعرف ايه عيوبهم وايه مميزاتهم. هنعرف الفلاشات دي بتشتغل مانوال ولا اوتوماتيك، وهل يا ترى الفلاشات دي بتشتغل على كاميرات نيكون وكانون وسوني ولا ليها كاميرات معينه بس بتشتغل عليه، وهل يا ترى الفلاشات دي برضه هل بتشتغل بالحجاره ولا بالبطاريه ولا ايه ظروفها، وهل برضه اسعارها هتبقى عامله ايه. كل ده ان شاء الله رب العالمين هنعرفه في الحلقه دي. جايبين معانا معظم فلاشات، شويه فلاشات كده جايبينهم معانا اكتر من 5 فلاشات، هنشرحهم مع بعض ونشوف عيوبهم ومميزاتهم، وهنقول برضه رينج السعر بتاعهم، يعني رينج السعر بتاعهم هيبقى على قد الايد ولا سعرهم عالي ولا ايه ظروفهم بالظبط، وهل يا ترى الفلاشات دي هتقدر تغني عن الفلاشات ال 520 ولا هل ايه ظروفها. وان شاء الله هنشرح برضه نشوف اضاءتهم شديده ولا مش شديده. جايبين معانا اطقم حجاير برضه علشان نجرب معانا الفلاشات، كل فلاش هنحط فيه بطاريات ونجربه ونشغله قدام منكم ونقول لكم ايه عيوبه وايه مميزاته وبيشتغل على كاميرات ايه وقوه الاضاءه بتاعته من كام لكام، وكل حاجه هنعرفها عن الفلاشات دي في الحلقه دي ان شاء الله رب العالمين. وهل يا ترى الفلاشات دي هتقدر تغنينا عن الفلاشات ال 520 ولا الفلاشات دي هتبقى اي كلام ولا ايه. تابع الحلقه دي للاخر علشان ان شاء الله تستفاد وتعرف الفلاشات دي هتفيدك في شغلك ولا مش هتفيدك ولا ايه ظروفهم بالظبط. تابع الحلقه دي للاخر علشان ان شاء الله تستفاد. تابع الحلقه. السلام عليكم، ورجعنا لكم تاني يا جماعه. هنشرح كل فلاش من دول شرح مش شرح تفصيلي قوي، شرح على السريع كده. ولو حد منكم محتاج شرح تفصيلي للفلاش اللي هيكون معانا او الفلاش اللي يعجبه ممكن يسيب كومنت وان شاء الله ننزل له بيه شرح تفصيلي. وفي فلاشات زي دي قبل كده، احنا في فلاشات من دي احنا شرحنا قبل كده في القناه شرح تفصيلي، يعني الفلاش التربو ده اللي هو جي 1800 ده احنا شارحينه شرح تفصيلي في القناه، فتقدر ترجع وتتفرج عليه. وان شاء الله في الحلقه دي هنقول لكم بعض الفلاشات دي ايه، كل فلاش ايه عيوبه وايه مميزاته. وخلينا على طول نخش في الشرح علشان الحلقه، تمام؟ علشان وقت الحلقه خلينا على طول اول فلاش نشرحه الفلاشات اللي هي الفلاشات العاديه. ده فلاش اللي هو دي تربو، تمام؟ 980 ان، تمام؟ الفلاش ده اسمه تربو 980 ان. الفلاش ده فلاش بطاريه، تمام؟ بيشتغل بالحجاير دي. الحجاير دي طبعا احنا جايبين معانا طقم حجاير علشان خاطر نجرب بيهم، وعلشان خاطر برضه لو فلاش لو طلع طقم فيهم مثلا مخلص بطاريه او حاجه يبقى معانا طقم تاني شغال. فان شاء الله هنقول اول فلاش اللي هو الفلاش التربو ال 1800 اللي هو ده 980 يا ربي ان. يعني ايه 980 ان؟ 980 ان يعني بيشتغل على كاميرات نيكون بس. ان دي يعني حرف الان يعني كاميرات نيكون، تمام؟ وفي منه حرف السي كاميرات كانون، وفي منه حرف الاس كاميرات سوني، تمام؟ فدي كده بيشتغل على كاميرات نيكون بس. يعني لو اي حد قبله فلاش تربو من ده مكتوب عليه حرف ان، حرف ان ده يعني بيشتغل على كاميرات نيكون، حرف سي كاميرات كانون، حرف الاس كاميرات سوني، تمام؟ كده ركبنا البطاريات. خلينا نضغط ضغطه مطوره كده على الفلاش كده. الفلاش فتح معانا اهو، تمام؟ الفلاش ده فلاش جميل جدا. الفلاش ده يا جماعه مميزاته حلوه قوي. الفلاش ده بيشتغل مانوال واوتوماتيك. طبعا اعلى اضاءه فيه اللي هي من 1 على 128، تمام؟ اهو دي اوطى اضاءه فيه، واعلى اضاءه اللي هي من 1 على 1، تمام؟ اللي هي اهي من 1 على 1 اللي هو على الوضع المانوال. استنى خلينا نجيب وضع المانوال 1 على 1. الفلاش ده جميل جدا. ده التست بتاعه اهو كده، هو على اضعف اضاءه اللي هي من 1 على 128. خلينا مثلا نجيب لكم اللي هو حرف المانوال اهو، تمام؟ 1 على 4. 1 على 4 دي يعني اضاءه عاليه نسبيا، تمام؟ طبعا 1 على 128، 1 على 1، 1 على 2. 1 على 2 دي اضاءه شديده برضو، تمام؟ وهي اعلى اضاءه فيه بتبقى 1 على 1. طب الفلاش ده بيشتغل ايه ظروفه؟ الفلاش ده بيشتغل مانوال وبيشتغل اوتوماتيك، يعني بيشتغل على الوضع المانوال والوضع الاوتوماتيك. طبعا الاضاءه بتاعته زي ما قلنا تقدر انت تزودها وتعليها وتوطيها على حسب رغبتك، وفي كذا وضعيه للتصوير. يعني في كذا مثلا وضع التي تي ال اهو، تمام؟ في بعد منه وضع المانوال، وضع اللي هو الريت او وضع التليجر، حاجه زي كده. يعني في وضع تاني اللي هو الاوتوماتيك اللي هو اخر حاجه تحت ده اللي هو الاوتوماتيك، اللي انت مثلا مش هتقدر تتحكم
بيتحكم في الفلاش. الفلاش هو بيتحكم مع نفسه، اللي هو مثلا انت بتوجه الفلاش ده للحاجه اللي انت بتصورها وهو بيطلع اضاءه على كميه الحاجه اللي هو شايفها. يعني لو الفلاش شايف ان الاضاءه اللي الحاجه اللي قدامه حاجه مثلا محتاجه اضاءه كتيره بيطلع اضاءه كتيره، لو محتاج مثلا شاف الاضاءه متظبطه ومحتاج اضاءه قليله بيطلع اضاءه قليله. فطبعا انا هنا عشان في الاضاءه جامده فجايب من 1 على 128 لان الاضاءه عندي كويسه، فطبعا مديني اضاءه من 1 على 128. طبعا لو انا طفيت الاضاءه دلوقتي ده هيعلى، العداد ده هيعلى اوتوماتيك لان انا كده على وضع الاوتوماتيك في في الفلاش. والفلاش طبعا زي ما قلنا في كذا وضعيه، مش وضعيه واحده، في 4 وضعيات. والفلاش ده كويس جدا بيشتغل زي ما قلنا على كاميرات نيكون. الفلاش ده بيشتغل زي ما قلنا مانوال واوتوماتيك. طبعا الفلاش ده ليه عيوب وليه مميزات. مميزاته ان هو القايمه بتاعته قايمه خفيفه، مش تقيله قوي، يعني سهل جدا اهو. هو بس في كذا زرار للتوجه بتاعته ان انت ترفع الاضاءه او تقلل الاضاءه والحاجات دي كلها، ودي برده حاجات برده من اوضاع الفلاش تقدر انت تغير منها. تمام. وطبعا ده الزرار اللي بايد الشاشه وبيطفيها اللي هو ده. تمام. ودي الزرار للتظبيط، وده الزرار بتاع التيست. وطبعا البقره دي اللي هي بتعلي منها الفلاش وتوطي منها الفلاش على وضع المانوال. تمام. والفلاش ده تقيل نسبيا، ده برده من عيوبه ان هو تقيل نسبيا. يعني انت الكاميرا مثلا معاك داخلها في نص كيلو او كيلو الا ربع، الفلاش ده نسبيا يعمله بتاع ربع كيلو، يعني حاجه تقيله برده مش قليله. فده برده حاجه تخلي الفلاش معيوب، يعني حاجه عيب في الفلاش. تمام. فدي كده اول فلاش معانا. فلاش ده زي ما قلنا بيشتغل على نيكون بس، فلو انت جبته الكاميرا كانون او لكاميرا سوني للاسف مش هيشتغل عليها على اللايف فيو، هيشتغل بس على الفيو فيندر ومش هيشتغل على اللايف فيو. تمام. ده كده بالنسبه للفلاش اللي هو التي ار 980. وطبعا مش كل التي ار 980 بيشتغلوا على نيكون، في تي ار 980 بيشتغل على نيكون وكانون وسوني، وفي تي ار 980 اللي هو بيشتغل على نيكون بس. طبعا ده عشان عليه حرف الان فده بيشتغل على نيكون بس، هو اللي محدد لك كده. طبعا لو ما عليهوش اي حروف لا ان ولا غيره يبقى بيشتغل على جميع الكاميرات عادي، يعني على كاميرا كانون او سوني او نيكون تلاقيه شغال على الثلاث كاميرات. ده كده بالنسبه لاول فلاش اللي هو تي ار 980. خلينا كده ننقله على بعض، خلينا ننقله على جنب ونخش على الفلاش اللي بعد منه. ايه هو الفلاش اللي بعد منه؟ الفلاش اللي بعد منه تي ار 950. تي ار 950 ده فلاش برضو تربو، نفس المميزات. خلينا برضو نحط فيه البطاريات ونجرب الاضاءه بتاعته وتشوفوا انتوا بنفسكم الاضاءه عامله ازاي وهتعجبكم ولا مش هتعجبكم. خلينا نركب البطاريات الاول وبعد كده نشوف. كده ركبنا البطاريات. تمام. زي التاني بالظبط، بيفتح من نفس الزرار بالظبط. تمام. مش عايز يفتح، فممكن تكون البطاريات متركبه غلط او حاجه. للاسف ايوه البطاريات متركبه غلط. كنت مركب البطاريات غلط. خلينا نصحح كده الدنيا. كده الفلاش فتح اهو. تمام. من ضمن الفلاشات يا جماعه الفلاش اللي فات ده برضو من ضمن عيوبه ان مفيش ليه صوت. يعني لما تيجي الفلاش اللي هو اللي احنا شرحناه ده اللي هو تي ار 980 ان ده ملهوش صوت زي ده كده. يعني مثلا ده عمل صوت، بص لما تيجي تصور، اول ما تيجي تصور ده زرار التيست اهو هتلاقيه عمل صفاره كده، ولما بيجمع معاك بتلاقيه عمل صفاره ثانيه. تمام. ده حاجه برده مميزه في الفلاش ده جدا، بتميز الفلاش ده. الفلاش ده كويس جدا. الفلاش ده بيشتغل على جميع الكاميرات، بيشتغل على نيكون وكانون وسوني. طبعا معلوش اي حرف زي ما احنا اتفقنا. تمام. فبيشتغل كده على جميع الكاميرات. فانت لو قدامك فلاش زي ده ما عليهوش اي حروف فتعرف ان الفلاش ده بيشتغل على اي كاميرا سوني او نيكون او كانون. تمام. ده كده بالنسبه للفلاش. الفلاش برده شرحه بسيط جدا، ما فيهوش زرار كتير. يعني الفلاش ده اعلى نسبيا من دون. يعني الفلاش اللي هو اللي احنا شرحناه اللي هو اللي فات ده اعلى من ده شويه. تمام. بس ده برضه مش فلاش وحش، ده برضه فلاش كويس. برضه في نفس بالاضاءه بتاعته من هنا. طبعا لما تعوز تنقل الاوضاع بتاعته طبعا لما تعوز تعلي الاضاءه وتوطي الاضاءه على وضع المانوال، هو كده على وضع المانوال اهو حرف الام، فتقدر تعلي الاضاءه وتوطي الاضاءه من هنا. تمام. 1 على 100 1 على 1 ده اعلى حاجه فيه، ده اعلى اضاءه طبعا. ومن 1 على 128 اللي هو من 1 على 128 اهو ده كده اقل اضاءه فيه. تمام. برضو نفس النظام. برضو ده الزرار بتاع التيست، ده الزرار اللي بيجيب المود والاوضاع بتاعته. يعني خلينا نعد كده عليه كام وضع. وضع المانوال ده وضع 2 3 4 اوضاع يا جماعه. برضو عليه 4 اوضاع او تقريبا 3 اوضاع. وبرضو دي الزرار التحكم بتاعه الفلاش، تتحكم فيه انك تعلي او توطي في الاضاءه والحاجات دي كلها. برضو الفلاش تقيل نسبيا، ما هوش خفيف.
تمام. برضو نفس المشكله بتاعت الفلاش اللي فات، ان هو برضو التقل بتاعه ربع كيلو، فانت لو معاك كاميرا تقيله وبتصور فلوجات في الشارع او بتصور سيشن في الشارع وبتغيب فتره طويله ماسك الكاميرا، فطبعا الفلاش ده تبقى عارف ان هو تقيل نسبيا. اسعار الفلاش دي ايه؟ نسيت اقول لكم سعر الفلاش ده اللي فات ده اللي هو ده لو هتجيبه مثلا كسر زيرو اللي هو بيشتغل على نيكون بس، لو هتجيبه كسر زيرو مثلا هتلاقيه كسر زيرو عامل له حوالي 2000 ل 2000 ونص على حسب هو معاه ايه وعلى حسب حالته. تمام. بالنسبه للفلاش اللي هو ده اللي هو التي ار 950 ده بيشتغل على اي كاميرا، فعشان كده بيبقى اوريدي غالي شويه، بيبقى غالي شويه عن يعني عن الفلاش اللي احنا قلناه الثاني. هو مش بيبقى غالي، هو بيبقى بنفس السعر بتاعه، لان برضو الفلاش ده ما فيهوش مميزات زي الفلاش اللي فات، ولكن هو بيشتغل على جميع الكاميرات، فده بيخلي سعره عالي شويه. وطبعا نفس السعر برضو بيبقى معاك من 2000 جنيه ل 2000 ونص على حسب هو معاه ايه وعلى حسب حالته. طبعا الفلاشات دي بيكون ليها مداخل، ده المدخل هو بتاع الفلاش اللي هو بيبقى في اي فلاش تاني. تمام اهو. وليه مدخل تاني من قدام كده مش عارف اعرف افكه ولا ايه، بس اكيد احنا كلنا عارفينه المدخل اللي بيبقى هنا ده، فمش محتاج ان انا اوريه لكم تاني. تمام، عشان برضو الحلقه ما تطولش مننا. وطبعا ده كده برضو الفلاش شرحناه، ونفس الفلاش اللي فات نفس مميزاته ونفس كل حاجه، وده طبعا فيه مميزات اقل شويه عن الفلاش اللي فات. طبعا كده الفلاش ده قلنا سعره، قلنا مميزاته، قلنا كل حاجه، وقلنا بيشتغل على كاميرات ايه. تمام. هنخش على الفلاش اللي بعد كده، ده فلاش برضو من تربو. تمام، خلينا نشرح كل التربو ورا بعض. فده فلاش برضو من تربو، مش عارف هو فلاش ايه بالظبط، بس خلينا نطلعه ونشوفه مع بعض. ده الفلاش تي 950، هو نفس الفلاش اللي فات اعتقد 950، وده برضو 950، بس ده حالته كويسه شويه عن الفلاش ده كده حالته كويسه شويه. فطبعا احنا ما دام شرحناه مره مش هنشرحه تاني، بس عايزين نشغله مع بعض ونشوف الاضاءه بتاعته عامله ازاي. هل لما يكون جديد هيختلف عن لما يكون قديم؟ يعني ده جديد شويه عن الفلاش اللي فات، فهل يا ترى لما يكون جديد كده الاضاءه بتاعته بتبقى شديده شويه، ولا الاضاءه بتاعته بتبقى برضو بضاعه ضعيفه على حسب برضو الحاجه؟ خلينا نشوف الفلاش. الفلاش برضو فتح اهو، طبعا ما فيهوش الصفاره برضو، او تقريبا الصفاره في من جوه مش شغاله، من الاعدادات كل حاجه بتتظبط بقى. تمام، بس هو نفس الاضاءه اهو 101 على 128، فده كده خلاص مش هنشرحه، ما دام شرحناه مره يبقى ملوش لازمه اللي احنا نشرحه تاني. تمام، خلينا نخش في الفلاش اللي بعد كده اللي هو الفلاش ده. تمام، ده فلاش اسمه بيكسل. تمام، النوع بتاعه اسمه فلاش بيكسل. فلاش بيكسل ده فلاش جميل جدا جدا جدا، فيه مميزات كتيره جدا. فلاش ده فلاش عالي مش فلاش واطي. كمان اللوك بتاعه من هنا، بصوا اللوك بتاعه من هنا عامل زي الفلاش اللي هو الفي 1 والفلاشات العاليه. اللوك بتاعه من هنا بيبقى ليه كليبس زي كده، بتضغط عليه اهو، بتضغط عليه كده وتجيبه كده فبيضغط بيقفل كده الفلاش على الكاميرا، ولما تيجي تفك الكاميرا بتفك برده من نفس الكليبس ده زي الفلاشات اللي هي الفي 1 والحاجات العاليه دي. تمام، الفلاش ده فلاش جميل جدا. خلينا نركب فيه برده البطاريات ونجربه. وللاسف برده الفلاش ده بطاريات، لو فلاش كان هيبقى بطاريه ليثيوم كان يبقى احسن كتير، بس طبعا كل شركه بيبقى ليها نظام في الشغل بتاعها، فاحنا ما نقدرش نقول لهم انتوا بتعملوا كده ليه. فطبعا هنركب البطاريات ونشوف برده الفلاش هل يا ترى هيبقى الاضاءه بتاعته شديده وكويسه، ولا الاضاءه بتاعته هتبقى ايه ظروفها. خلينا نركب البطاريات. طبعا الزرار بتاع الفتح نفسه ده ليه كذا مستوى، يعني كده فتح. تمام، وفي زرار تاني اسمه لوك، تضغط عليه كمان مره كده، ده كده بتجيب اللوك. تمام، وده كده يعني الفلاش شغال. تمام، كده احنا فتحنا الفلاش. الفلاش ده يا جماعه ليه مميزات حلوه قوي عن الفلاشات اللي فاتت. الفلاش ده اضاءته قويه برضو، طبعا لما تعوز توطي الاضاءه وتعلي الاضاءه بيبقى من هنا ليه. طبعا لما بتيجي تعمل اي حاجه بيبقى ليه صوت كده زنه، بصوا اعتقد انتوا سامعين الصوت، ما اعرفش انتوا سامعينه ولا ايه، بس المهم ان هو ليه صوت كده، ليه صوت صفاره برضو لما تيجي تعمل اي حاجه. تمام، دي برضو الاضاءه بتاعته اهي. تمام، هو كده على اوطى حاجه. طبعا لو حبينا ان احنا نعلي الفلاش هنعليه من هنا اهو، اهو كده عليناه من 1 على 1 كده، ده اعلى حاجه فيه كده. الاضاءه بتاعت الفلاش هتعلى شويه. بصوا الفلاش ده نسبيا اضاءته اعلى من الفلاشات اللي فاتت بكتير جدا، وطبعا بياخد نسبه برضو على ما بيشتغل تاني اهو. تمام، فالاضاءه بتاعته اضاءه قويه جدا على الفلاشات اللي فاتت، اضاءه قويه قويه حرفيا انا ملاحظ. وممكن كمان تكونوا انتم ملاحظين على الشاشه بتاعت الكاميرا نفسها هتلاقي الاضاءه بتبان عندك. بصوا اهو، فالفلاش ده كويس جدا. طبعا في مميزات كتيره جدا انا مش هقدر اشرحها كلها هنا، لان انا عامل له حلقه منفصله بيه تقدر تروح تتفرج عليها. ليه كذا مستوى برضو. الزرار دي بتاعت التظبيط بتاعته برضو ليه كذا وضع من وضع الاوضاع التصوير. بصوا ليه كذا وضع، اوضاع كتير جدا اكتر من وضع المانوال. وده وضع التي بي ار، وده وضع التي تي ال، وده وضع تاني تي تي ال تاني،
وده وضع مانوال تاني. تمام. وطبعا وضع الاوتوماتيك، وطبعا كل الاوضاع دي بكل وضع بيبقى له حاجات. وطبعا اللوك ده اللي هو مثلا لو انت عايز تثبت على وضعيه. برضو الفلاش ده فيه نظام تاني كويس كده، اللي هو الفلاش بيبقى فيه لمبه من قدام كده، لمبه استشعار بايد. طبعا هي مش شغاله دلوقتي، مش عارف ليه تحديدا، بس هو ليه لمبه استشعار هنا المفروض يكون بايد. تقريبا انا ممكن اكون على وضع هنا وضع المانوال او حاجه، او ممكن تكون عايز وضع الاوتوماتيك. المهم يعني يا جماعه بيكون اللمبه اللي هنا اللي بتقيد دي، اللمبه دي بتحدد الوش او الحاجه اللي بتصورها، وبعد كده بتطلع كميه اضاءه على قد الحاجه عايزاها. الفلاش ده اسمه اكس 800 ان ده يعني بيشتغل على فلاشات اللي هي بيشتغل على كاميرات اللي هي النيكون فقط، ما بيشتغلش عليها كاميرا ثانيه. لو انت عايز تاخد الرقم لكاميرا سوني او لكاميرا كانون مش هيشتغل عليها غير على اللايف فيو بس، ولكن على النيكون بيشتغل على اللايف فيو والفيو فيندر. الفلاش ده برده تقيل نسبيا، برده فيه نفس الدخلات. ده المدخل بتاعه، دي مدخل وليه مداخل تانية اهي. تمام. ده برضو ليها مداخل للفلاش، برضو فلاش موجود ليه المداخل دي وليه المدخل ده. تمام. دي برضو مداخل بنحتاجها لاي فلاش. وطبعا الفلاش ده مميزاته كتير، مش هقدر انا اقولها برضو كلها هنا في الفيديو هنا، لان انا هعمل له حلقه منفصله تقدر تروح تتفرج عليه. والفلاش ده برضو تقيل نسبيا. طبعا الفلاش ده ليه البكره دي بتعلي منها وتوطي منها، وفي زرار الاوكي اللي في النص ده. تمام. بيلف معاك برضو، يعني لو تلاحظ كده زرار الاوكي، بصوا طول ما انت بتعمل كده هتلاقي زرار الاوكي نفسه بيلف معاك. بصوا كلمه اوكي نفسها برضو بتلف معاك. دي اوبشن عالي جدا في الفلاش. والفلاش زي ما قلنا في الاوبشن بتاع القفل ده، وطبعا في اللوك ده بيبقى حاجه كويسه جدا، ان انت لو عايز مثلا تثبت وضعيه من الفلاش تعملها على اللوك اللي انت تقفل عليها علشان خاطر ما تتغيرش منك وانت شغال. والفلاش ده يا جماعه فلاش مميز جدا. السعر بتاعه بيعمل من حوالي من 2000 ونص ل 3 ونص على حسب هو معاه ايه وعلى حسب حالته. الفلاش ده غالي نسبيا لان اضاءته قويه جدا، وطبعا الفلاش بيشتغل مانوال واوتوماتيك وليه كذا وضعيه وليه مميزات كتيره جدا جدا جدا. لو انت مش عارفه تقدر تسمع الحلقه بتاعته عندنا على القناه. وبكده نبقى خلصنا برضو من الفلاش ده. نخش على الفلاش اللي بعد كده، الوحش. انا مسميه وحش. ده اسمه فلاش تربو، برضو احنا عاملين له حلقه منفصله تقدر تروح تتفرج عليها، بس احنا برضو هنشرحه شرح على السريع عشان نبقى عارفين ايه عيوبه وايه مميزاته. هنقول بسم الله. ده كده الفلاش بيجي زي ما انتم شايفين كده. ده الشاحن بتاع الفلاش بيجي بالشاحن ده كده. طبعا ده البطاريه بتاعته بطاريه ليثيوم. كم ملي امبير؟ 2500 ملي امبير. يعني تقريبا البطاريه دي ممكن تكفي معاك حفله كامله. لو انت طالع حفله او حاجه ومش واخد معاك مثلا الشاحن، فالبطاريه دي تقدر تكفيك فتره طويله. تمام. ده بالنسبه للبطاريه. تمام. وده هنا حاجه تانية اهي. ده الشاحن بتاع البطاريه. طبعا بتركب البطاريه هنا في الشاحن بالشكل ده كده. تمام. تقدر تشحن البطاريه بكل سهوله. بتركب الشاحن ده هنا اهوت كده، وتركب الشاحن في الكهرباء بتشحن معاك بكل سهوله. تمام. ده كده بالنسبه للبطاريه والشحن. طبعا بتيجي هنا البتاعه دي بتاعه البطاريه، بتركب على البطاريه كده وبيجي عليه الديفيوزر بتاعه. تمام. دي الحاجات برضو اللي جايه مع الفلاش، من حقكم تعرفوا اللي بيجي مع الفلاش بالظبط. طبعا الفلاش بيجي بالجراب بتاعه زي كده. طبعا في مكان الجراب من تحت كده بياخد بطاريه، يعني انت لو معاك بطاريه ومش عارف تحط البطاريه فين، فممكن تفتح السوسته دي كده من البتاع وتحط في مثلا في البطاريه، او بياخد معاك مثلا ممكن تحط فيه كروت ميموري او اي حاجه في الجراب ده. دي حاجه ميزه مميزه جدا، ما بتبقاش في اي جراب، وما بتبقاش كمان في، يعني هي حاجه مش حاجه واو خالص، بس يعني حاجه كويسه برضو ان انت تحط البطاريه هنا عشان ما تضيعش منها. تمام. ولو عايز تحط كروت ميموري او اي حاجه وممكن تعملها. تمام. ونطلع الفلاش. ده الفلاش يا جماعه اهو. اسمه تربو جي 1800. فلاش ده كويس جدا جدا. فلاش بطاريه فيه مميزات كتير جدا. مميزاته احنا قايلينها بالتفصيل في حلقه منفصله تقدر تتفرج عليها. فانا برضو طالع برضو فيه نفس اللوك اللي بقول لك عليه، اللي هو اللوك اللي قلت لك عليه في الفلاش اللي فات، اللي هو زي اللي بيبقى على الفلاش الفي 1 والحاجات دي. برضو في نفس اللوك اهو كده قفل، وبعد كده تيجي تفتح بيفتح معاك بكل سهوله. تمام. دي كده بالنسبه للوك. خلينا نركب البطاريه ونشوف الفلاش ونجربه. كده البطاريه بتركب بالشكل ده كده اهو. تمام. ده الزرار اللي بيفتح الفلاش. تمام. كده الفلاش فتح اهو. طبعا الفلاش فيه كذا وضعيه برضو للتصوير. ده الزرار اللي بيطفي الفلاش وهو بايده. تمام. وده الزرار اللي بيغير الاوضاع. ده زرار التيست اهو. تمام. الاضاءه بتاعته برده قويه نسبيا. خلينا طبعا ان احنا نعلي الاضاءه الفلاش على اخر حاجه كده. الفلاش على اعلى حاجه من 1:1. طبعا الفلاش اضاءته قويه جدا برده زي ما انتم شايفين كده. بصوا خليني اجمع بس.
وطبعا في نفس الصفاره لما تيجي الفلاش بيجمع بتلاقي في صفاره كده بتطلع. طبعا زي ما انتم شايفين كده الفلاش برده عالي جدا، لو جينا وطينا الفلاش شويه هتلاقي ان الاضاءه بتاعته كويسه جدا جدا تمام. اضاءته برده عاليه زي الفلاش البكسل اللي شرحناه تاني، ولكن الاضاءه بتاعت الفلاش ده اعلى شويه. طبعا في الاوضاع بتاعته في كذا وضعيه للتصوير. في كمان في حاجه كويسه جدا في الفلاش ده. الفلاش ده يا جماعه لو انت مثلا بتركب او بتصور مثلا، الفلاش ده ما بتركبوش على الكاميرا، بتركبه مثلا في حاجه خارجيه زي اوكتا او حاجه، فما بتحتاجش ان انت تجيب له مثلا تليجر ان انت تشغله. الفلاش ده بيتصل بحاجه اسمها واي فاي، حتى علامه الواي فاي موجوده عليه، ما اعرفش هتشوفوها ولا ايه، اهي موجوده هنا على الفلاش تمام. خلينا ايده لكم، دي موجوده اهي، دي علامه الواي فاي. علامه الواي فاي دي بتخلي الفلاش يتصل بالكاميرا اوتوماتيك من غير تليجر من غير اي حاجه تمام، وبيتصور على الكاميرا عادي جدا وهو بعيد عن الكاميرا. طبعا لو معايا كاميرا دلوقتي كنت شرحت لكم عليها، بس هي للاسف الكاميرا مش موجوده معايا. طبعا كل ده احنا شارحينه في الفيديو المنفصل لوحده، تقدروا تروحوا تتفرجوا عليه. طبعا الفلاش ده فيه كذا وضعيه للتصوير، في اوضاع كتير جدا، في اكتر من 5 اوضاع برضو تمام للتصوير. بصوا يعني ده وضع وده وضع تاني، ما اعرفش انتوا شايفينه ولا ايه، خلينا نجيب لكم كده اهو، ركز على البتاع ده، وضع وده وضع وده وضع وده وضع وده وضع وده وضع وده وضع، كل دي اوضاع للتصوير تمام. يعني هي بتتقلب للعلم بس انتم مش شايفين، يعني تاخد بالك من الركن اللي فوق ده كده هتلاقيه بيقلب معاك تمام، والفلاش تحت كل ده اوضاع للتصوير تقدر تشتغل عليه. حرفيا في اكتر من 6 اوضاع او 7 اوضاع للتصوير، وطبعا منهم الوضع اللي هو بتاع اللي هو الواي فاي اللي هو بيشتغل الفلاش من غير تليجر. حتى جايب لك علامه الفلاش اهي وعلامه الواي فاي ان انت تقدر تتصل بالكاميرا عن طريق الواي فاي. طبعا الفلاش ده خفيف، مش زي الفلاش اللي فات، مش زي الفلاشات دي. الفلاش البيكسل ده فلاش تقيل قوي، يعني فلاش البكسل ده نسيت اقول لكم الفلاش ده تقيل نسبيا، تقيل بمعنى الكلمه، يعني اتقل من الفلاشات حتى اللي فاتت اللي هي الفلاشات التربو والفلاشات دي، ده اتقل منها. يعني الفلاش ده ممكن يخش له مثلا في اكتر من 400 جرام او ممكن 500 جرام كمان. الفلاش ده تقيل حرفيا. وطبعا في مميزات حلوه تمام. وطبعا الفلاش ده اخف منه بكتير، الفلاش ده مش مكمل حتى 200 جرام مع انه فلاش بطاريه، بس الفلاش ده بيبقى غالي نسبيا. الفلاش ده سعره مثلا في السوق يعمل من 3000 جنيه ل 5000 جنيه على حسب حالته وعلى حسب هو معاه ايه. طبعا الفلاش ده عشان فلاش بطاريه فبيكون غالي شويه، وطبعا عشان معاه كل حاجته فهو بيكون غالي شويه. طبعا الفلاش ده فلاش خفيف زي ما قلت لك، مش مكمل حتى 200 جرام او بالكثير 250 جرام، فالفلاش ممتاز جدا. الفلاش طبعا في ميزه كويسه جدا، لو سبت الفلاش فتره طويله بتلاقي الشاشه دي كلها طفت وكأن الفلاش مقفول، يعني ما بيستهلكش اي حاجه من البطاريه. طبعا اللحظه دي كانت جت دلوقتي بس انا ضغطت بالغلط على الزرار تمام. والفلاش مميز جدا طبعا، بيلف في جميع الاتجاهات زي ما انت شايف كده اهو، بيلف 180 درجه اهو، ففلاش كويس ممتاز. في طبعا برضو الدخلات، في دخلات تانية يعني زي اي فلاش برضو، دي دخلات للفلاش اهي تمام. وفي تاني كانت في دخلات تانية مش فاكر هي فين بالظبط والله يا جماعه تقريبا هي دي او حاجه. المهم يعني ان الفلاش ده فلاش خفيف، فلاش مميز جدا، فلاش كويس جدا، لو عايز تشتريه ارشحه لك بقوه. الفلاش ده بيشتغل على جميع الكاميرات تمام، ما بيشتغلش على كاميرا او كاميرا، لا بيشتغل على كاميرات سوني وكاميرات نيكون وكاميرات كانون، بيشتغل على ال3 كاميرات دول. والفلاش ده ممتاز جدا جدا جدا. وطبعا الفلاش يعني غالي نسبيا لو انت تشتريه، زيه زي الفلاش مثلا اللي هو اليودكس اللي هو البطاريه دي، برده نفس الفلاش بيشتغل على كل الكاميرات. ودي حلاوه في الفلاش ان هو بيشتغل على كل الكاميرات. فطبعا حتى انت لو لقيت فلاش من شركه ثانيه ببطاريه ممكن تلاقيه بيشتغل مثلا على سوني بس او على كانون بس او على نيكون بس، لكن الفلاش ده بيشتغل على جميع الكاميرات. ممتاز جدا، حلو جدا، الفلاش اضاءته قويه، الفلاش ممتاز جدا جدا. الفلاش خفيف كمان يعني عن فلاشات الجودكس، كمان فلاشات الجودكس بتبقى تقيله، لكن الفلاش ده خفيف نسبيا والفلاش كويس جدا جدا جدا. وبكده يا جماعه نكون شرحنا لكم كذا فلاش وقلنا لكم اسعارهم، وقلنا لكم طبعا بتشتغل على كاميرات ايه وايه وايه. معظم الفلاشات دي كويسه جدا واسعارها حلو، فتقدر تشتري منهم اي فلاش انت حابه. الفلاشات دي موجوده عندنا، احنا عندنا بنبيع وبنشتري كاميرات وفلاشات وعدسات وعده الكاميرا كلها، احنا شغالين في الكاميرات. فلو عندك اي سؤال سيبه لنا في كومنت وان شاء الله نجاوب عليه. ولو عايز اي فلاش من الفلاشات دي تقدر تتواصل معنا عن طريق الواتساب او عن طريق الفون، هنسيب لكم الرقم بتاعنا في الوصف بتاع الفيديو ده. وان شاء الله رب العالمين لو عندك اي موضوع لحلقه، او لو عندك مثلا اي اقتراح لحلقه، او لو عندك اي سؤال، او لو في فلاش من دولت عايزنا نشرحه شرح منفصل لوحده، سيب لنا في التعليقات كومنت وان شاء الله هنرد عليك ونعمل لك حلقه بالحاجه اللي انت عايزها.
حاجة أخيرة يا جماعة حبيت أقولها لكم، كل الفلاشات دي عندنا استعمال، مش عندنا يعني في فلاشات كسر زيرو زي الفلاش ده وزي الفلاش البكسل، وطبعا بقية الفلاشات استعمال، وطبعا الفلاشات دي برضو استعمال بس كسر زيرو، وأسعارنا كويسة جدا. طبعا زي ما اتفقنا احنا عندنا كل حاجة، فاللي عايز يشتري أي حاجة أو عايز يبيع أي حاجة ممكن يتواصل معانا. ولو عجبك الشرح بتاعنا قول لنا إيه رأيك في الفلاشات دي، وهل جربت فلاش من الفلاشات دول قبل كده ولا ما جربتوش، وإيه رأيك في الفلاش اللي هو التي ار ال 1800 جي اللي هو الفلاش البطارية، وإيه رأيك في الفلاش البكسل، وايه رايك في جميع الفلاشات دي، يا ترى جربت فلاش منهم ولا لا؟ وقول لنا لو كنت جربت منهم فلاش ايه رايك فيه واضاءته كانت عامله ايه معاك، وهل يا ترى انا وفلاش من دول تحب تشيله وتصور بيه. وبكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه، يا رب اكون قدرت افيدكم. ده كده كان شرح على السريع للفلاشات وبتشتغل على ايه، وايه هي اسعارهم، وايه هي تفاصيلهم، وكل فلاش بيشتغل ايه بالظبط. كل الفلاشات دي بتشتغل مانوال واوتوماتيك، وفيها اوضاع للتصوير، كذا وضع للتصوير. طبعا احسن فلاش فيهم زي ما قلنا الجي 1800، لانه فيه خاصيه ان هو بيتصل بالكاميرا بالواي فاي وبتشغله بدون اي تليجر او بدون اي حاجه زي كده. وطبعا كده نكون وصلنا لنهايه الحلقه. لو وصلت معايا لحد هنا ادعمنا بكومنت كويس عشان نقدر نكمل في المحتوى اللي احنا بنعمله، ونعمل سبسكرايب للقناه علشان يوصلك كل جديد. وما تنساش في نهايه الحلقه تدعي لاخواتنا في غزه بدعوه كويسه، وربنا يا رب ينصرهم على اعدائهم. وفي اخر الفيديو صلوا على النبي.